السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نتكلم النهاردة عن حاجة جديدة ومختلفة بخصوص الفيسبوك. الفكرة النهاردة انه في ناس كتير بتبقى حاطة الصورة بتاعة البروفايل بتاعتها صغيرة وما بنقدرش ان احنا ندوس عليها. لو انت جيت بالسهم على صورة بروفايل حد ولقيتها اتحولت لمنظر الايد، يبقى هي ممكن تفتح في صورة اكبر شوية. طيب، لو ده ما حصلش المفروض ان احنا نعمل ايه؟ يعني وليكن انا عارف مثلا صديق من الاصدقاء عندي هو اسمه عبد الرحمن اشرف. طيب تعال نشوف عبد الرحمن عامل ايه. عبد الرحمن حاطط الصورة بتاعته بتاعت البروفايل. لو انا عملت كليك عليها مش بتكبر. ليه؟ عشان هو عامل limited access ليها، محدش يشوفها غير في الحجم ده. طيب تعالوا نشوف ازاي ممكن نكبر الصورة من غير ما نخسر الكواليتي بتاعتها ونشوف صورة عبد الرحمن بشكل اكبر. طيب نعمل كليك يمين ونسخ اليو ار ال وهنفتح الصورة في بيج تانية. الصورة طلعت بالمنظر ده، هي نفس حجم الصورة التانية. طيب هنكبرها ازاي؟ هنمشي في الجزء ده لغاية ما نلاقي السايز بتاع الصورة. الاس means ان هي small، هنخليها جي وهنغير الابعاد بتاعتها. طبعا الناس اللي بتشتغل فوتوشوب هيبقوا فاهمين ده كويس جدا. لو قلنا مثلا 360 في 180 هتطلع ببعد اكبر. لو دوسنا انتر هنلاقي انه الصورة بقت كبيرة جدا، الحجم اللي احنا عايزينه، من غير ما نخسر الكواليتي بتاعتها. هي نفس الصورة اللي موجودة، وفي نفس الوقت قدرنا نستخدمها بحجم اكبر. كده هنكون قدرنا ان احنا نشوف صورة عبد الرحمن بطريقة واضحة ومباشرة من غير ما نكسر اي حاجة من البرايفسي بتاعته. طبعا انا عارف انها سخيفة بالنسبة لناس ما بقاش في برايفسي على الفيس. خلاص انت بقيت اي صورة صغيرة حد عمل عليها limited access عشان ما تشوفهاش كبيرة، انت هتقدر تكبرها من غير ما تخسر الكواليتي بتاعها. شكرا ليك يا عبد الرحمن، شكرا ليكم جميعا، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.